انا واخده قرار طول ما الجو حر مش هقف في المطبخ اكتر من 30 دقيقه، والمره دي عملت طاسه لحمه خطيره مع رز بسمتي. في طاسه هنزل بمعلقه كبيره من السمنه، بصلتين مقطعين جوانح وعليهم معلقه كبيره من السكر، على نار متوسطه بقلبهم في بعض لمده دقيقتين تقريبا لحد ما يبتدي البصل والسكر يتكرملوا مع بعض. هضيف عليهم فصين من الثوم مفرومين واديهم تقلتين لحد ما الثوم يطلع ريحته. هوسع مكان للحمه عشان تنزل تاخد صدمه وتسحب كل الكرمله اللي في قعر الطاسه. اللحمه دي انا كنت جايباها اعمله بفتيك، فمش هتاخد مني وقت في التسويه. اي قطعيه حرفيا هتنفع، بس ممكن يختلف معاك وقت التسويه يطول او يقل. مجرد ما اللحمه غيرت لونها هقلبها مع البصل واضيف شويه توابل، فلفل اسود، بابريكا عشان مش عايزه لونها يكون فاتح، قرفه ورشه من القرنفل. ولو مش متعودين على القرنفل بجد بيدي طعم اللحمه حلو جدا. هضيف الخضار بقى، فلفل ملون وطماطميه ونص كوبايه من الميه علشان انا عايزه صوص كتير في الاخر. لو عايزين الخضار يكون لسه بيقرش ما تضيفوش دلوقتي، اتحكموا يعني في سوى الخضار بتاعكم. اخر حاجه هضيف عود من الروزماري وهدي النار واغطي عليها. هتحتاج تقريبا ربع ساعه يمكن اقل، طبعا حسب القطعيه بتاعتك. انا ما حضرت الرز اللي هناكله جنبها، حسيتها تبقى حلوه قوي جنب رز بسمتي مبهر بالكاري. كانت خلاص اللحمه استوت، كانت مليانه صوص وكانت خطيره. طبعا الفلفل نزل كل ميته وطعم المسكر اللي فيه مع الكرمله، كان طعمها في الاخر مختلف جدا، خطيره لو اتاكلت بعيش بلدي. لو هتقدروا تتحكموا في كميه العيش وبس كده.